افضل توكيلات عربيات في مصر في 2025 من وجهة نظري. المركز الخامس هو كان اصعب اختيار عندي، بس في النهايه اخترت نيسان ايجيبت. مفيش حاجه مميزه قوي حصلت السنه دي، بس صاني فضلت تبيع. الكاشكاي والجوك رجعوا ينزلوا تاني، والكاشكاي نزل لها فيس ليفت كمان. والاهم من ده كله انهم جابوا تكنولوجي الاي باور اللي انا بحبه جدا، واللي شجع براندات تانيه كتير انهم يجيبوا الريف. في المركز الرابع القصراوي جروب. لو هنتكلم على ستروين فهي ما عملتش نجاح قوي، نص نص بصراحه، بالذات ان السي 4 الاكس اول ما نزلت كان تسعيرها غالي، وكنت بقول كده من يوم ما نزلت. والله جاك ما اقدرش اقول برده ان هي نجحت، يعني نص نص قوي، ولكن النقله اللي عملوها الجيتور بجد تدرس. جيتور بقت دلوقتي في حته تانيه يا جماعه، بالذات التي 2. واخيرا انهم قدروا ياخدوا توكيل افاتار. انتوا مش متخيلين يا جماعه الخناقه كانت عامله ازاي على افاتار دي. في المركز الثالث اي اي ام، التوكيل اللي عنده رينو، كيا، بايك، وزيكر، وكمان ارك فوكس. نبدا ببايك اللي نجحت جدا، بالذات اليو 5 بلس اللي حرفيا كسرت الدنيا وبقت منتشره قوي. ما اقدرش اقول ان دي سنه ناجحه لكيا، لسه منزلين لاين اب كهرباء بس لسه نازل، فما نقدرش نحكم على نجاحه او فشله. والعربيتين اللي نزلوهم الكيا سيلتوس والكي 4 ما نجحوش قوي، كل واحده لاسباب مختلفه. السيلتوس عشان سعرها غالي، والكي 4 عشان مش موجوده. الكي 4 دي نزلت في الاول في المعرض وبعد كده اختفت، ما بقتش اشوفها، والتوكيل نفسه مش بيسوق لها، مش بشوف حد بياخد لها تيست درايف مثلا ولا الكلام ده. رينو بصراحه شايفهم عاملين اداء قوي جدا، واحسن براند بيسعر في السوق المصري من وجهه نظري. دايما خصوماته حاضره، اول ما يلاقي السوق محتاج خصم لا بيعملوا خصم في الوقت المناسب. هم مش بيدوا لي عربياتهم تيست درايف، بس انا مسامحهم ان الناس مبسوطه. الزيكر حدث ولا حرج بصراحه، تسعير كويس، امكانيات مقبوله، مش زي الاستيراد، بس بالنسبه للتوكيل لا امكانيات مقبوله جدا وبالبيع كويس. كنت محتار قوي بصراحه احط مين في المركز الاول ومين في المركز الثاني، بس في النهايه استقريت في المركز الثاني منصور. شيفروليه السنه دي نص نص، بيجو برده نص نص، بس اظن هتسخن شويه بعد الخصومات اللي حصلت عليها. ام جي لسه مستمره في النجاح، وان كان عندي تعليق انهم بيتاخروا جدا في الخصومات، يعني على بينزلوا السعر بيتاخروا قوي، والسوق بيبقى محتاج ده. برضه قدروا ياخدوا توكيل اي ام براند كهرباء محترم، ولكن في سببين اساسيين هم اللي خليني احطهم في المركز الثاني. اولا سوق ايست، انهم يقدروا يرجعوا براند للحياه وبالسرعه دي يعمل مبيعات، دي حاجه صعبه جدا، بالذات في المنافسه الشرسه اللي بقت موجوده في مصر دلوقتي. واخر حاجه انهم قدروا ياخدوا توكيل بي واي دي، وخلاص هيتقدم الشهر ده او الشهر الجاي بالكتير، ودي خطوه انتم مش متخيلين مهمه قد ايه. وفي المركز الاول وعن استحقاق غبور، هافال نزلت عربيتين الاتش 6 الشكل الجديد والاتش 7. شنجان عملت ثوره حرفيا ونزلوا الايدو بلس واليوني في والسي اس 55 بلس التجميع المحلي، العربيه اللي عملت نجاح كبير جدا وحطت الام جي زد اس في ورطه. شيري عملت شغل عالي قوي السنه دي برضو، اظن هي اكتر براند باع في مصر السنه دي، مش متاكد معلومه، بس لو مش الاولى هتبقى الثانيه او الثالثه بالكتير. غبور خدوا ديبال برضو ونزلوا لنا الاس 05 والاس 07، وشجعوا براندات كتير جدا انهم يجيبوا عربيات ريف، هم كانوا اول ناس ياخدوا الخطوه، فشغل عالي جدا من غبور. يمكن البراند الوحيد اللي ما عجبنيش السنه دي هو هيونداي، بالذات ان السي ان 7 حرفيا انت لا بيرخصوها ولا بتتباع ولا اي حاجه، مش عارف ازاي قدروا يقتلوا الالانترا بصراحه. فمن غير ما اطول عليك قول طول يا ابو صفاصيف، يا رب يكون كلامنا خفيف على التوكيلات، بضحي بنفسي عشانكم حرفيا، فعلى الاقل لو شفت الفيديو عجبك اعمل فولو او سبسكرايب.